تعالوا هنعمل النهاردة مع بعض بشاميل كريمي جدا، بدون خلاط، بدون مضرب، بدون هاند بلندر. هيكون بشاميل بطعم زمان وريحة زمان. يلا هنعمل البشاميل الأصلي. 4 معالق سمنة وعليهم 5 معالق من الدقيق، وبعد كده هقلبهم كويس جدا لحد ما يدينا القوام اللي هقولكم عليه ده. بصوا، هو ده القوام المطلوب للبشاميل. بعد كده هحط عليه 2 من المرقة، بس هحط من الخضار لان دلوقتي مرقة الفراخ واللحمة مبقتش مضمونة، فهحط مرقة خضار ونقلب كويس جدا جدا. بعد ما خلاص كده كله يدوب مع بعض وريحة الدقيق تختفي تماما، هنجيب الخلاط اللي احنا ضربنا فيه الطماطم بتاعة اللحمة المفرومة. لو تفتكروا هنحط فيها مية عشان خاطر هتبقى مدينا الطماطم كده في طعم الطماطم في المية دي يعني. بعد كده هنزل بقى جزء جزء كده لحد ما يختفي خالص، انزل بالجزء التاني لحد ما يختفي برضو التاني، وافضل وهكذا كده. ودي يا جماعة بصوا معلقة عادية جدا، ولا هاند بلندر ولا خلاط ولا اي حاجة. واول ما اوصل بصوا للقوام دوت، خلاص انا كده هوقف. وبعد كده هجيب بقى لبن، وبعد كده هحط بقى اللبن برضو تدريجيا وافضل اقلب لحد ما يختفي خالص. وبعد كده ارجع احط تاني حبة لبن لحد ما يختفي خالص. انا ممكن اكتفي لحد القوام دوت وخلاص كده ما احطش تاني، بس انا هكمل وهنجيب مج تاني. يعني انا ممكن اوقف لحد المرحلة دي، يبقى كده معايا قوام حلو قوي للبشاميل. بس لا، لو عايزاه سايل اكتر من كده هنجيب برضو حبة لبن تاني ونفضل بقى نضرب كده لحد ما نوصل للقوام المطلوب اللي احنا عايزينه. انا كنت عايزاه سائل عن كده فكنت بزود لبن، فبصوا هنا هتزود كده اللبن واقلب. فهو ده القوام خلاص اللي انا كنت عايزاه، وهيدينا طعم حلو جدا في البشاميل، والبشاميل هتبقى كريمي كده معانا وجوسي. واسيبكم في رعاية الله.